خلونا نرحب بزمايلنا من فريق تسويق البنك الأهلي المصري. معانا النهارده فاطمة محمد، منورانا يا فاطمة. ازيك يا وتامر شوقي، منورنا يا اهلا، تامر. ازيك يا احمد؟ إيه الاخبار؟ طبعا الشغل الجامد اللي طالع من البنك الأهلي المصري الفترة دي يعني انتوا اللي وراه، اه صح كده؟ طيب تامر، خلينا اجي لك الأول واعرف منك ليه السنة دي بالذات قررتوا ان انتوا تروجوا لفكرة ان الهدايا المقدمة من البنك الأهلي المصري هي هدايا من خامات مصرية محلية 100%. خليني ابدا اقول لك يا احمد ان احنا مش السنه دي بس، احنا الفكره العامه في البنك والاستراتيجيه البنك ان احنا بندعم المنتج المحلي وبندعم الصناعه المحليه، وده بيساهم ان بيطور المنتج المصري، وبعد كده في المستقبل بنقدر نطور ونصدر المنتجات المصريه، وده بيقلل الحمل على الدولار، ان احنا ما بنستخدمش دولار كتير، عشان كل المنتجات مصرية والصناعة مصرية والعمالة مصرية فهي دي الفكرة العامة، وده ظهر في الحملة التسويقية اللي كانت من سنتين، كان اسمها سنة كل حاجة محلي. بنتكلم على كل المنتجات المحلية في مصر، وازاي ان احنا نقدر نعمل كل حاجة ونقدر نصدر المنتجات المصرية. والحملة التسويقية في رمضان كانت بتتكلم عن الجيل ده ما يتخافش عليه، كان اسمها رمضان اللي فات. ده حقيقي. مم. يعني احنا شغالين بكونسبت ان السنه دي تكمله للي بدأناه كمان في السنه اللي فاتت. ده حقيقي. طيب فاطمه، عايز اعرف منك بقى، دايما بنسمع عن كونسبت فن اختيار الهدايا. احكي لي ازاي بنختار الهدايا الصيفيه. اوكي، بص يا احمد، احنا مش بنعمل هدايا في الصيف بس، احنا بنعمل هدايا على مدار السنه، وكل اوكيجن ليه متطلباته. بس بما اننا احنا اتكلمنا عن هدايا الصيف، فاحنا بس اخدنا كونسبت ان احنا نوزع على الناس هدايا في الساحل بشكل مختلف. انا مش عايزه اروح ادي للعميل هديه شكلها حلو بس، لا، انا كمان عايزه اديله هديه ليها قيمه. فببدأ بقى ابلاي كل ده على كل المنتجات اللي عندي، ستارتنج بقى من البيتش هاتس لشنط البحر لكل المنتجات اللي عندي. كل المنتجات دي بتخرج بخامات مصرية وبعمالة وإيد مصرية، ودعما للصناعة المصرية وتقليلا للبصمة الكربونية، عشان في الآخر أدي للعميل منتج بجودة تليق بيه وتليق بالبراند المصنع. قصدك تقولي ان احنا مش بس بنعمل مجهود تسويقي، لا يا تامر، كمان احنا شغالين وبنبني سلسله قيمه كامله محليه، صح كده؟ ده حقيقي. هي خليني اقول لك ان المنظومه كامله مصريه، بمعنى ان الفكره بتبقى مصريه، التصنيع مصري، الورش مصريه. احنا بننزل المصانع وبننزل بنشوف الحاجات اللي بره في الماركت، بره موجوده بره مصر حتى، وبنديهم الافكار وبتتصنع يدوي وبنتشيك الكواليتي فبنطلع حاجات مختلفه عن الموجود. واحنا كمان بنشوف العملاء الحاجات اللي هم محتاجينها ايه، يعني بنعمل بحث عن الناس عايزه شنط، ناس عايزه كل مناسبه بيبقى ليها الهديه بتاعتها. يعني الهدايا اللي بنستخدمها في الشتاء في الكامبينز بتاعت الشتاء غير الهدايا بنستخدمها في الحاجات الصيفيه، فكل مناسبه بتبقى ليها الهديه بتاعتنا، وبنبقى مجهزين حمله شويه افكار كده اللي تناسب العملاء. ده اللي كنت لسه اسالك فيه دلوقتي. احنا بنختار الهديه على حسب المناسبه، ولا احنا طلعنا فكره حلوه في اقرب مناسبه هنوزعها بص، فيها؟ هو يوجوال احنا بقى عندنا كالندر للسنه، سواء الحاجات اللي بتستخدم في اخر السنه، هدايا بتاعت عيد الام، هدايا في بتاعت السمر، بيبقى عندنا كالندر للسنه، وتبقى افكار اوريدي جاهزه، وبنبتدي نعرضها وناخد عليها موافقات، وبعدين نبتدي نصنع بقى مع المصانع كلها حاجات مصريه، مش بنستخدم حاجات مستورده خالص. طيب انت دلوقتي بتسلم للمصانع مثلا الافكار اللي هم هيشتغلوا عليها، بتستلم المنتج النهائي ولا بتنزل في النص احنا برضو بننزل تشوف؟ الورشه، بننزل الورش والمصانع، نتفرج على الحاجه ونراقب الكواليتي، وبنستلم منتج منتج. طيب فاطمه، اغلب التجارب بنعرف او بنحكم عن مدى نجاحها برد فعل الناس. رد فعل الناس بتشوفوه ازاي؟ في ناس بصراحة بتقابلنا تيجي دايركت تقول لنا مثلا يا جماعة، واو، الحاجات اللي انتوا عملتوها المرة اللي فاتت دي عملتوها منين، او ايه المصدر بتاع الهدايا بتاعكم؟ وطبعا لا غنى الدور بقى السوشيال ميديا، يعني في ناس كتير برضو بيوصل لها الهدية، بتبقى حريصة جدا انها تصور الهدية وبيكتبوا كومنتس لذيذة قوي، يعني زي مثلا يا جماعة، شفتوا بجد ان المنتج لما المحلي لما بيتصنع بطريقة كويسة فعلا قادر ان هو ينافس بره وينافس المستورد، ممكن كمان يبقى احسن بكتير من المستورد. فدي حاجة بتخلينا دايما براود، ودايما بنبقى عايزين يعني ندور اكتر وننزل اكتر نشوف احنا ازاي قادرين نبسط الناس دي بخاماتنا وبالطريقة والفليفر المصري بتاعنا في الديزاينز وفي كل حاجة. وكمان احنا كبنك اهل مصر، احنا دايما
بنبص على الكونسبت بتاع توطين الصناعه. فانا بروح مثلا ادي الحاجات دي واصنعها للناس اللي اكسبرتس في الحته دي، عشان اقلل بقى على نفسي الخامات والوقت والمجهود وكل حاجه. وعامه توطين الصناعه ده اتجاه عالمي، فده الكونسبت عامه بتاعنا كبنك اهل مصر. عايز اعلق برضو على حاجه انت قلتيها، حته ان العميل او اللي بياخد الهديه بيقول لك دي الكواليتي بتاعتها حلوه، دي الكواليتي بتاعتها زي بره حقيقي. بالظبط وهكذا. وعي العميل نفسه او وعي المواطن المصري زاد، هو مش مجرد بس هديه شكلها حلو او الماتيريال بتاعتها حلوه وهيتبسط بيها، بالظبط. لا هو كمان بقى قادر يقارن بالحاجات اللي بيشوفها بره طبعا والكلام طبعا ده. طبعا يوجوالي الناس بتيجي تقول لنا لا فعلا انا يعني اخدت حاجه كواليتي بتاعتها محترمه جدا ودي صناعه مصريه. هو الوعي بقى وخلاص، هو بقى فولي اوير ان في حاجات بره دلوقتي الكواليتي بتاعتها، يعني الكواليتي المصريه لا تقل، بل بالعكس في حاجات بتزيد عن الكواليتي المستورده اللي بره. فلا بيجي لنا بوزيتيف فيدباكس عن الكواليتي بصراحه لذيذه جدا من العميل، لان زي ما انت قلت العميل فعلا بقى اوير بكل حاجه حواليه. واللوكال براندز عامه يعني ازاي بتسبورت دلوقتي حجم كبير من السوق بتاعنا كماركت. خليني اقول لك يا احمد، احنا طول الوقت بنعمل سيرش على كل الحاجات السوشيال ميديا، بنشوف الحاجات الليتست اللي موجوده في مصر او بره مصر، وبنشوف يعني احنا بنشوف العملاء لازم تجيب لهم هديه تفت معاهم او هو اصلا بيستخدمها عشان تبقى ليها الفاليو بتاعها، وبنحاول نطلع احسن تصميم او حاجه تبقى شكلها شيك تليق بالناس. فهو ده الكونسبت، احنا دايما بنحط نفسنا مكان العميل عشان نشوف انا هقبل الهديه دي ولا لا، ولا هوزعها ولا هميك يوز منها ولا لا. طيب ده برضه هيوديني معاك لنقطة مهمة جدا. انتوا اتكلمتوا عن توطين الصناعة وعن الكواليتي اللي خارجة من المصانع. معنى كده ان الدعم المحلي هو مش مجرد خامة، هي مش مجرد خامة مصرية باخدها بعمل بيها منتج شكله حلو، لا هو الدعم المحلي بيمتد كمان لمفاهيم كتير قوي. خليني اقول لك ان الفكره كلها، الفكره تبقى مصريه والتصنيع مصري، ده بيساعد في ايه؟ بيساعد ان المصانع بتاعتنا في مصر تقدر تحسن الجوده بتاعتها، وبالتالي مش هتبيع في السوق المصري بس، يعني اما تميت الستاندرز الموجوده في مصر والستاندرز العالميه، هتبتدي تقدر تصدر بره مصر، وده هيفيد الصناعه المحليه بشكل عام، وهيدخل دخل دولاري لمصر. فبالتالي المنظومه كلها استفادت، احنا استفدنا والعملاء استفادت والمصانع استفادت، وبقى في منافسه قويه يعني. طيب عايز اسالكم برضو سؤال مهم. انتوا شغالين على حاجه انا بحس ان هي حته حساسه قوي عند العميل، حته ان هو هياخد منك هديه يا اما هيشيلها من باب التذكار يا اما خلاص هيشوفها وهيحبها شويه وهيرميها. بنعمل ايه عشان نخلي العميل ياخد الهديه وفعلا كل ما يشوفها يتبسط ويحتفظ بيها في مكتبته او في بيته؟ دايما بنحب نشتغل يعني كاني انا اللي رايحه اشتري لنفسي حاجه، ف we're always working بباشن. فتلاقيني بنزل، انا التارجت بتاعي ان انا العميل لما ياخد الحاجه دي حاجتين استفاد بيها، ويفضل دايما البنك الاهلي المصري ذكرى وميموري عنده في البيت. فانا مش بس عايزه اديله حاجه يستخدمها، بالعكس انا بقول له ان انا معاك في كل وقت وفي كل حاجه. فدي الحته او المين ايم اللي احنا بنحاول دايما نتارجته لما احنا بنيجي ندور على هدايا او بنسعى ان احنا نكسباند في السيرشنج بتاعنا. من اول لما نشوف الفكره وبعدين نعمل ريسيرش وبعدين مظبوط. نشوف كمان البروسيس اللي هنمشي عليها. مظبوط. تمام. تامر. خليني اقول لك يا احمد، احنا بنحب شغلنا قوي، وده بيظهر في الكواليتي والمجهود اللي بتبذل في الحاجه اللي طالعه، وفي فن اختيار الهدايا. فموضوع مثلا الهويه المصريه دي مختلف عن كل الثقافات والهويات الموجوده في العالم، وبناء عليه احنا بندعم دايما الهويه المصريه المختلفه بالتصميمات بتاعتنا بالشكل المصري، وده الهدف منه دايما. طيب انا برضو عايز اكد على كلامكم في حاجه، ان تجربه البنك الاهلي في مجال الهدايا خلينا نقول والدعم المحلي، مش بس في الهدايا، الدعم المحلي بشكل عام، هي تجربه مهمه جدا وملهمه كمان لشركات ومؤسسات اللي ليها دور لا يستهان بيه خالص في مسانده ودعم كل مصري. طبعا كل التوفيق ليكم وبشكركم، كنتم منوريني النهارده. كل التوفيق في كل اللي جاي ان شاء الله باذن الله، ونعدي بالدعم المحلي لمراحل اكبر بكتير قوي من اللي احنا كنا بنفكر فيه. فرصه سعيده. ثانك يو. اوكي، بشكركم جدا. شكرا جزيلا.